مين هي أشطر أم؟ أشطر أم من وجهة نظري الأم اللي ماسكة العصاية من النص. يعني إيه؟ يعني بتعرف توازن ما بين القسوة أو مش القسوة، يعني الحزم والحنية. يعني معظم الأمهات بنلاقي الحنية بس ما بنلاقيش بقى إيه حزم خالص. تيجي تقول لها يعني يا ستي الطفل صغير ما ينفعش ياكل بسكوت وكاراتيه وشيبسي، ما مش قادرة أمنعه يا دكتور. يا ستي طب اصل ما ينفعش تليفونات قبل سنتين، طفل عنده سنه وشهرين وعايش على التليفون، وتيجي تقول لك متاخر في الكلام، اصل مش قادر اعمل معاه حاجه. ما ينفعش. انت لازم تكوني ام شاطره، تعرفي ان انت تكوني ام حنينه وقت الحنيه، وتكوني حازمه لما نقول ممنوع كذا يبقى ممنوع. عايزه تعاقب الطفل اقول لها ما حدش بيضرب طفل، انما نقدر نحرمه مثلا من ميزه بيحبها. انت معوداه مثلا طفل كبير 3 4 سنين بيتفرج على الكرتون كل يوم، فهتحرميه مثلا من الفرجه على الكرتون، او من انه يروح النادي، او من انه ما اعرفش ايه، وتفهميه انك بتعاقبيه كده عشان خاطر انت غلطت الغلطه الفلانيه، وتنفذي كلامك. اصل معظم الامهات تهدد وما بتعملش. انا والله لا مش عارف إيه، لو عملت ايه كده تاني مش هوديك مش عارف فين، وتوديه. فهو الطفل مع الوقت بيفهم ان امه دي كلامها اي كلام، ما بيخافش منها، فبالتالي يطلع في مشاكل في التربيه بعد كده. فالشطاره فين هنا؟ ان الام تعرف تمسك العصايه من النص، بمعنى ان هي لما تهدد تنفذ وتكون حازمه وحاسمه، وتقدر ان هي تمنع الممنوعات وتقرب من المسموحات والحاجات الكويسه. واحنا ليل نهار نقول لكم يا جماعه ممنوع كذا ويا ريت نعمل كذا، واللي عايز يعرف الصح والغلط هيعرفه. لكن الام بتسيب الطفل براحتها يعمل اللي هو عايزه وهي مش قادره عليه. وبالتالي الشطاره في الحته دي مش ان انت توفري له فلوس، او ان مثلا اشتغل واجيب له والبسه واقلعه وخلاص، لا طبعا. التربيه اهم بكتير من الرعايه. الرعايه هي ان انا اصرف عليه واكله واشربه والبسه واوديه مدرسه واعالجه، دي اسمها الرعايه. انما التربيه موضوع مختلف خالص، انك تطلع طفل كويس بيحترم الناس وبيحترم نفسه وبيحترم اهله، دي قصه محتاجه منك علم وشطاره وخبره وممارسه. اتمنى الفيديو يكون مفيد. انا في رساله عايز اوصلها مش عارف هي وصلت ولا لا، يعني اللي فهم حاجه يكتب لي في التعليقات. شكرا.